وبقول للراجل الزملكاوي اللي جه من المانيا وقال لك انا جاي اشجع الوداد ومسك علم الزمالك وقعد يقول لك وداد وداد 4 ترجي وداد زمالك، اقول له انت النهارده امك قرعه امك قرعه. اهو الاهلي اداك على قفاك اداك على قفاك. انت هتعلي تذكره من المانيا يا واد يا دي، انت هتعلي تذكره من المانيا مش من المنيا عشان تروح المغرب وجاي تقول لي وداد افريقيا. اهو الاهلي رقعهم في ارضهم وخد البطوله من ارضهم، والاهلي بيثبت للعالم انه فريق كبير ياض. انت خدت على عينك، انت خدت على قفاك، بينت اللي احنا جمهور الزمالك في ناس منه ناس ناقصين، ناس ما بيفهموش. اما انت تمسك علم الزمالك وتروح في ارض غير ارضنا وتقف تشجع فريق مش فريقنا، فريق ما بيمثلش مصر، يبقى انت راجل مش مصري. انا مراهن ان انت مش مصري عشان تسافر من المانيا للمغرب عشان تساند الوداد ضد الاهلي، النادي اللي بيشرف سمعه الكره المصريه، النادي اللي هو فخر مصر، النادي اللي واخد 11 بطوله افريقيا. لو افريقيا كلها قعدت قرون مش هتاخد 11 بطوله زي ما الاهلي واخدها. الاهلي كل بطوله بيتحدى الحكام. الاهلي اللي انت ظلمته يا راجل يا زملكاوي اللي جاي من المانيا، الاهلي اللي انت ظلمته وقلت بيكسب بالحكام، اوعى تنسى يا راجل يا زملكاوي اللي جاي من المانيا اللي الاهلي ده اتظلم في يوم من الايام من افريقيا كذا مره في افريقيا، في نهائي افريقيا اتظلم. مش ناسي لما العرجون الحكم المغربي طرد 3 من الاهلي في ماتش النجم الساحلي والنجم الساحلي خد البطوله؟ مش فاكر جون اونرامو؟ مش فاكر جون اونرامو بتاع الترجي اللي جابه بايديه واللعمه يشوفه بكاري جسامه؟ حرام عليك حرام عليك كسب. النهارده الحكم بقى ظلم الاهلي في ضربه جزاء، اي فاول على النادي الاهلي الحكم بيدي لعيبه الاهلي كارت اصفر. النهارده الاهلي اثبت اللي هو معدن رجاله، نادي وراه جمهور عظيم، جمهور النادي الاهلي اللي انا راجل زملكاوي وببارك له بقول لهم مبروك، انتوا معاكم فرقه رجاله، معاكم مجلس اداره رجاله، وبهني الكابتن محمود الخطيب الراجل اللي وسي تعبه مسافر عشان يساند يكون في ظهر الفرقه. هو ده معدن النادي الاهلي، هو ده رجوله النادي الاهلي. لعيبه النهارده مش اي فريق اتقال عليه 11 راجل في الملعب، مش اي فريق، هو ده الاهلي. قوات خاصه قوات خاصة راحت عملت مهمة في أرض الأشقاء في أرض المغرب، اللي هم يجيبوا الكاس من هناك يا جماعة، اللي هم يجيبوا الكاس من هناك جابوها وجابوا ال11، خلى أفريقيا تقعد بدل القرن قرنين. عمر ما حد ما حصل الأهلي. وصف لي كده مين نص واخد نص بطولات الأهلي؟ مفيش. أنا صوتي راح يا جماعة، أنا فرحان من قلبي للأهلي وفرحان في الراجل الزملكاوي اللي جاي من ألمانيا وقاعد يمسك لي يقول لي وداد أفريقيا يا ظلمه. اهو الاهلي رقعهم. انت المفروض تكون فخور. الاهلي ده اللي رقع الترجي، اللي ذلنا، اللي ذل الزمالك وخرجنا من دوري المجموعات. الاهلي خد لنا حقنا، كسب الترجي ده في ملعبه 3 وطلع الرجاء وطلع الوداد وخد من المغرب، من قلب المغرب اللي اليومين دول يومينها اللي محدش بيعرف يجي على سكه المغرب. هو نادي واحد فخر مصر وفخر العرب وفخر افريقيا، هو النادي الاهلي. برفع القبعه للنادي الاهلي. انت يا اهل عظيم، انت ملك افريقيا، انت مريض افريقيا، انت دول العالم كلها تعرفها، اوروبا كلها بتعرفها. النهارده كان في ناس من اوروبا وكان قاعد رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس نادي باريس سان جيرمان كله النهارده جاي يحتفل. النهارده فوضى الاقجع رئيس الاتحاد المغربي النهارده كان عارف ان الوداد هيكسب، عارف هو جايب مين، جايب حكم هو كان ضربه قبل كده، ورغم ان هو كان ضربه جابوا الحكم ده اعتذر له في مكتبه، وهو اللي نقل النهارده لماتش الاهلي والوداد. لكن اراده ربنا ورجوله لعيبه الاهلي خلت الاهلي يجيب جول التعادل ويكسب. هنيئا للنادي الاهلي، هنيئا لجمهور الاهلي العظيم، الف مبروك من كل قلبي، وان شاء الله الاهلي يشرفنا في كاس العالم للانديه. الف مبروك للنادي الاهلي العظيم اللي مشرف الكره المصريه. ولو انت زملكاوي بتفهم وعندك روح رياضيه لازم تكون فخور، عشان النادي ده يعني بيخلي سمعه مصر في العلالي. النادي الاهلي ده ما بيتذكر في اوروبا ولا في كاس العالم للانديه ولا في كاس العالم مع الفرق اللي جايه من امريكا اللاتينيه
امريكا الجنوبيه بيتذكر مش النادي الاهلي. بقول لك الاهلي ايجيبشن، الاهلي المصري. فاحنا كمصريين سواء زملكاوي اسماعيلاوي اي نادي لازم تكون فخور بالنادي الاهلي، لانه هو النادي الوحيد اللي مشرف سمعه الكره المصريه، سمعه الكره المصريه. الف مبروك للنادي الاهلي. صوتي راح، صوتي راح. مبروك للنادي الاهلي.